هايدنبرج. احنا دلوقتي رحنا على البلاك فورست، الغابة السوداء. ده مكان مشهور هنا قوي، هايدنبرج. انا مش عارفة بنطقها صح ولا غلط، بس هي الاسماء صعبة جدا بالنسبة لي لاني ما بعرفش جيرماني خالص. دي بلاك فورست. هي اتسمت ان هي بلاك فورست علشان الاشجار فيها كثيفة جدا لدرجة ان اشعة الشمس ما بتوصلش خالص في الارض، عشان كده اتسمت بالاسم ده. احنا في طريقنا اهو دلوقتي ليه اول ماونتن وهنركب من هناك. باي باي. احنا كل الناس بتيجي من الانحاء عشان تشتري المحل ده. مفيش حاجه مش هتلاقيها فيه لان كل حاجه موجوده فيه. بيجوا في الصيف زي دلوقتي بيجوا بقى ايه يشتروا بقى الحاجات بتاعت الكريسماس. Now this white building is the center of the University of Heidelberg. المبنى بتاع الجامعة younger, but inside مش قديم قوي، هو مش مفتوح دلوقتي، بس هي بتقول لنا الاوض كلها بتاعته كل الغرف اللي فيه معموله بالخشب. منظرها جميل بصراحه، مع ان حاجه مش قديمه، حاجه جديده، بس هم لسه بيعملوا فيه في البدايه. وهنا في بقى مطاعم تحتها. So and this is the go now this way. هنا بنخش في المدينة. الشوارع بتاعتها شوية شبه مصر الفاطمية عندنا، الشوارع اللي هي بتاعت العسكرية والحاجات دي. طبعا هي طالعة لفوق، يعني بصوا احنا بنطلع كأننا بنطلع سلم. محلات وبيوت وناس عايشة هنا، يعني مش حاجة غريبة ان انت تلاقي ناس عايشين هنا في المكان ده. هنا كافي تي روم. بصوا هنا المنظر، منظر رائع. نسمع هي بتقول ايه. And it's like 2 kilometers long, and it's one of the famous coffees and whatever. هنا أشهر أماكن موجودة when فيها we الكوفي go now والتي. هي بتقول east, and you see this red building, not with a big tower, but with a green tower. This is the most important building in Heidelberg, the Universal main building, the Alte Aula, the old building of it. At that point, we go left. وبعد ما نوصل هنا ناخد شمال. But in the evening, we will be next to the big church, just to give an orientation. So we go until this building, we stop there, count everybody's there, and then we go left. يعني هنوصل للتاور ده وبعدين هنرجع تاني، هنلف شمال ونرجع. من اشهر بقى الاماكن هنا، بس الواد منها مشهور قوي في موضوع الورود اللي موجوده في البلكونات. هي بتقول ان احنا بالليل هنزور بقى التاور دي، الجرين تاور دي. طبعا هنا البيوت كلها حمراء، مصطفى البيوت كلها حمراء هنا. محل جلاسز. هو فعلا الناس عمالين يقولوا يا جماعه شارع المعز والله احلى من كده بكتير. هو بس اللي مميز المكان التاورز اللي في الاخر دي، هي دي فعلا اللي مميزاها. يعني ده ميوزيوم اعتقد. هنا بقى المحلات لبس بس لما جينا سألنا على السيل قالوا لنا السيل في شهر سبتمبر مش دلوقتي. كلها ستورز هنا، هي شبه كتير جدا. It looks like street called Fragst du mal mit denen, ob was erwartet. Ich sag Blödsinn, aber bevor die mit Zahlen aber inzwischen machen wir Gemälde-Galerie, da hat auch eine große Innovation. هنا شبابيك شوية
زي بتاعت العصر الإسلامي بتاعتنا دي، هي اللي بيسموها المشربية يعني، بس مش شبهها قوي، بس يعني فيها منها. والشيشان اللي هي الخشب دي برضه أعتقد إن هي شبه عندنا برضه. مش عارفة ليه أنا حاسة إن أنا ماشية في الأندلس مثلا. Das sind halt Wissenschaftler, die ein Museum machen, aber أكتر. so als Wissenschaftler führen oder denken. الستورز هنا مخصصة يعني. Aber die haben schon تلاقي ستورز Archivensammlung hat schon تلاقي ستورز بس للحاجات التجميل، ستورز للملابس، شانيل، vieles halt ja ganz normal. اي اند ارت، اي اند ارت، شانيل. Aber so dieses, بس الجو مش قادرة أقول لك الجو حر جدا، الشمس طبعا قوي 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 قوي. الانستجرام هياخدونا الأول في الرحلة البحرية. هم قالوا لنا لازم تاخدوا لفة في المدينة يعني. هم طبعا في ناس بتشتري، دي حاجة غريبة في حد ذاتها يعني. الستورز برضه بيغنوا. بصوا كبيرة ازاي، بصوا كبيرة ازاي، بس عندها أمل في الحياة. أعتقد الحاجة اللي تنقصنا هي الأمل من وجهة نظري. الحاجة اللي فعلا ناقصانا هي الأمل والإصرار أكيد يعني، لأن لو كان عندنا أمل أكيد كنا هنعمل. إن شاء الله نعرف قيمة مواردنا وقيمة بلدنا وقيمة الآثار بتاعتنا. هنا لبسة stores everywhere. هنا هي هتقول لنا على حاجة، خد ستور للهدايا زي الشاشة دي، بستنى نتجمع. طبعا هم عاملين له مفاجأة النهارده ان هو هنروح في رحلة بحرية مركب، هنتفرج على معالم البلد هنا اكتر، وان شاء الله يبقى وقت لذيذ وخليكم معايا. بدأنا رحلة. انا طلعت فوق، بس فوق الروف صعبة جدا، الشمس وحشة قوي، مقدرتش استحمل بصراحة، فنزلت تحت بحاول اصور المنظر من هنا. مثبتة الكاميرا بحيث ما تعيش معايا اللحظة. البيوت هنا مش كلها لون واحد، بس اعتقد ان هي كلها لايت يعني، كلها الوان فاتحة، ابيض، بيج، جري. ما شفتش بيوت خالص خالص، ما شفتش بيوت قديمة يعني، ما شفتش بيوت ملونة بألوان تانية. البلاك فورست شكلها على قد ما هي شكلها حلو، بس هي شكلها مخيف أكتر. مش متخيلة ان ده بيت مثلا بيت جوه الفورست نفسها يعني. بيطلعوا ازاي ينزلوا ازاي، حاجة جميلة، حاجة جميلة أوي. الطبيعة هنا فعلا خلابة يعني، الطبيعة فعلا تحفة. مش عايزة أتكلم لأن مش عايزة أحرق لكم المنظر يعني، عايزاكم تركزوا أكتر مع المنظر، بس أنا بحاول أجيب لكم المنظر بس إن ياخد الفريم كله، لأن المنظر فعلا يستاهل إنه يتشاف. The other side you have the castle. What? At the other side you have the castle. Castle? Castle, yes. Really? Yeah. Where? It was only partly built of stone, There with is a a wooden castle. construction on top. The
wooden constructions going هنا back هنلاقي to قلعة as من early as الناحية التانية. Roman times في were قلعة often destroyed by ice or fire. Therefore, Karl Theodor, قلعة جميلة successor of your بتاعت الملكة fathers, إليزابيث. had this one built in 1788. طبعا أنا مش لاحقة أترجم لكم كل الكلام اللي بيتقال. نفق كده جسر. احنا كده Der داخلين في sagenhafte جسر. Hortus Palatinus, der als 8. Weltwunder galt, wurde leider nicht wieder errichtet. Sehr جسر schade. تقريبا بيودي Er war الناس in اللي ganz مساكنين Europa في بلاك berühmt فورست für seinen المدينة نفسها. Landschaftsgartenbau und die neuartige Ingenieurskunst. Für uns Kinder war er ganz einfach ein herrlicher Ort, Verstecken zu spielen.